شيخ بارك الله فيك. يعني من أهم المميزات اللي ميزت الدعوة السلفية، اللي ميزت الدعوة السلفية وميزت الشيخ الألباني خصوصا، إنه المفاصلة من أهل البدع. المفاصلة من أهل البدع. سمعت السؤال من أول؟ طب أكمل ثم أقول لك. طيب إن شاء الله. وسئلتم بارك الله فيكم عن الشيخ أبا إسحاق الحويني، وأجبتم أنكم لا تعلمون عنه شيء، وأنه محدث وأنه مدقق وكذا، وقلتم من عنده شيء فليأتينا به. هذا كان نص جوابه أو قريب منه بالمعنى يعني. يعني الرجل يقرر المظاهرات ويكفر المصر على الكبير. يقول الرجل إذا قيل له هذا الشيء حرام ويقول أنا أعلم أنه حرام وأن الله حرمه ويصر عليه، فهذا كافر. وكذلك عنده شريط يقول في آخره أن الناس ما أصبحوا يفرقون بين البدعة والكفر. يقول ينكرون عن البدعة العملية وكذا، ويتركون الذين يشربون الخمر في شارع الهرم، وهذا كفر، يعني يشير لنا هذا كفر. ويقول أن الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه كان في الحاكمية، وهذه نفس الحزبيين يعني واضح. ويعني يعني في تسجيل له أيضا بالفيديو يقول نحن نتطلع للحكم وفي نقاش يعني. فالرجل يعني محترف ومعروف عند أهل العلم. كذلك محمد حسان عندكم ثناء عليه، والرجل خرج على الحاكم يعني وطلع في المنبر فوق وقال يعني أحبكم في الله ثبتكم الله، بدل أن يتخذ موقف الشيخ الرسلان ويقول إلى أين اصبروا، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وثم لديكم ثناء أيضا على المنجد محمد صالح المنجد، والرجل عنده كتاب اسمه 40 نصيحة. أسمعتك هذا شيء زائد لما سمعتني؟ لا، هذه المواقف قد يستغلها بعض الحزبين. أنتم يعني معروفون بالدعوة إلى المنهج الصحيح وكذا. أما الشيخ ومفاصلته عن أهل البدع فكما يقال هذا يقال أيضا في تلقي الشيخ أبو إسحاق وأكرمه وخصه دون سواه بأشياء. فينبغي أن تتذكر يعني صنيع الشيخ تقريره وصنيعه، وما ينبغي تذكر شيئا وتنسى شيئا. هذه مسألة. الشيخ فرح بأبي إسحاق لما جاء إلى الأردن سنة 1985. تدري بعض الطلبة المتحمسين لو التقى مع الشيخ يومين والله لعله يقول عنه مبتدع. الألباني ولا؟ إيه، بعد الألباني. أنا أجد بعض الطلبة لو التقى مع الشيخ يومين يقول عنه مبتدع. والله الشيخ لو قال اللي يقوله بإسحاق. اسمح لي، سمعتك حتى فرق. يكون على السنة. اسمع لي. بارك الله فيك. أنا لا أعرف أبا إسحاق إلا محدثا، أنا لا أسمع شيئا أبدا. أنا وقتي بفضل الله في البحث، وأنا لا أقول حتى نحكم على أن فلانا مبتدع يحتاج أن نسمع له كل شيء. أنا أقرر أصول أهل السنة، حكم على المبتدع. من أخطأ في أصول المسائل أو في فروع تدل دلالة راجحة على خطئه في الأصول، أو وافق أهل البدعة في شارة هي معروفة لهم، هذا هو المبتدع. وهذا تقرير أئمتنا رحمهم الله تعالى، ومنهم الشاطبي في أواخر كتابه الاعتصام. وكانت هذه محاضرة بفضيلة الشيخ عبد العزيز الرئيس في أول لقاء لي معه في شرح صحيح مسلم، كانت هذه والشباب يعني فرغوها ونشروها. فأنا أقول العلم لا يقبل المجاملة، فمن ثبت أن هذا الأصل يلحق ففلانا أو علانا فيحكم بأنه مبتدع، لكن مع مراعاة اختلافنا في غيرنا ما ينبغي أن يفرقنا. يعني انظر أبو حنيفة الكلام حوله كثير صحيح، وأئمة الهدى الكبار منهم المالك ومنهم القادح صحيح. فأنا إذا حررت شخصا فأنا عندي تصور معين عنه، وأنت عندك تصور آخر عنه، فأنا حكمت عليه وأصولي أصولك، وحكمت عليه على الصورة التي عندي، فلا يجوز أن أودعك وأن تودعني. لكن لنا أن نتذاكر ولنا أن نقول فلان مصيب أو فلان مخطئ، تصبح مثل صواب وخطأ. أنا مقصدي قلت من عاش مع الشيخ هذا الأصول العامة لا يضبطها، ويريد الناس كلهم أن يكونوا نسخة واحدة.
وهذا أمر عسر، هذا أمر عسر. ثم الناس طباع، فمنهم من يعني من يوسع الظن، ومنهم من يضيق، من يوسع تحسين الظن، ومنهم العكس وما شابه. الشاهد وفقني الله وإياك وبارك الله لي ولك، زعمك أني أمدح محمد حسان ليس هذا الزعم صحيح. محمد حسان جاءني للبيت والذي نفسي بيده أني لا أعرفه، لو رأيته في الشارع ما عرفته، وبطلب من مسؤول كبير في بلدنا، قال سأزورك أنا وفلان. قلت أهلا وسهلا، تغدى عندي، قلت أهلا وسهلا. فلقيته فأخبرني إنه خضنا في السياسة وتعبنا وندمنا وسننشغل بالعلم والدعوة، فقلت جزاه الله خيرا وإن شاء الله على خير. هذا الكلام الذي قلته، لكن هو هذا قبل الأحداث التي جرت في مصر. ثم تبين لي، أنا إن سئلت الآن عن محمد حسان أنا أقول، وأنا ما أدري أخشى يعني أذكر أصلا أني والله خلاف كلامي المختلف في محمد حسان، يعني خلاف زمان وهمان ولا خلاف حقيقة. أقول أحمد حسان رجل صحفي ليس له في الدعوة وليس له في العلم، رجل يسبق للحدث ويريد أن يقرر شيئا في الحدث، ما هو رجل سلفي ولا هو رجل منضبط بأصول العلماء. أنا الآن أقول هذا، وأنا لما قلت سمعت شيئا فقلته عن محمد حسان. أما المنجد فما أعرف لنفسي مدحا عنه البتة، ما أعرف لنفسي أني أمدحه. فليقول إني والله أنا أمدح فلان أو أمدح حلان كما قلت يحتاج إلى يعني ذكر يعني بينة ودليل. أبو إسحاق، مشكلة أبو إسحاق أنه صاحب فن مو صاحب فنون. مشكلة أبو إسحاق قديما، ما أذكر إذا إخوانا بيذكروا لما كان يتردد لجده وسئل في بعض الصفات، وهل الصفة يعني هل العليم يلزم العلم أو ما يلزم، وقع اضطراب شديد في كلامه، وهو ليس من أهل هذا العلم أصلا. ويا ليت يا ليت يعني من لم يكن من صاحب فن ما يتكلم في هذا الفن فيسلم. قديما كان واحد إذا تغير ولده يعجبه عن الناس، ولا يلزم كل سلفي يكون محدث، ولا يلزم كل محدث أن يعرف تفاصيل الأشياء. والإعلام وملاحقة الإعلام والكلام في الإعلام سبب ضلال كثير من المشايخ، وأبو إسحاق سبب كثير من المشايخ. والأزمة السورية مثلا، كم من السلفيين قرروا تقريرات الإخوان المسلمين في أحداث سوريا. إذا استثنيت في الأحداث السورية، إذا استثنيت من كانوا على الجادة وبقوا على منهج علمائنا السابقين في أحداث سوريا أقل من القليل. ما يبدعون يخطئون. فالشاهد بارك الله فيك، يعني خلافنا في غيرنا ينبغي أن يعجر بعضنا بعضا فيه على حسب تصور كل إنسان. فأنت الآن إذا ثبت عندي من كان إذا عنده أصول بدعية أو فروع أخطأ صاحبها فيها خطأ ينبئ عن خطأ في الأصول، أو له شارة في مسألة كانت شارة على أهل البدع، فهو يلحق به. العلم لا يقبل المجاملة، ولا دليل في العلم إلا العلم. يعني هذا جوابي المجمل.